ايام قليله بتفصلنا عن اخر حلقه، وانا لسه ومع نهايه الحلقات فكرت ان احنا ممكن نتكلم عن الاب اللي بيموت. الموت كلمه تقيله وصعبه، ولو انت بتسمعني دلوقتي وانت سايق او في بيتك او حتى في وسط الناس، ممكن اشاركك بالسؤال ده: هل فعلا الاب بيختفي لما بيمشي من الدنيا؟ هل فعلا الاب بيموت بوفاته؟ اظن ان الابوه حيه حتى بعد الموت. الأب مش بس جسم، الأب ده كان شخص عايش وسطنا في يوم من الأيام. الأب فكرة، قيمة وذكرى بتتسرسب في كل تفاصيل حياتنا اليومية. وفي جملة بحبها قوي في علم النفس بتقول إنه الأب هو أب في عيون أبنائه. يعني احتمال لغاية اللحظة دي تكون بتستخدم كلمة أو حركة أو نظرة عين أبوك كان بيعملها. احتمال لو انت عايش دلوقتي وحصل لك مشكلة بتسأل نفسك وتقول هو لو بابا كان عايش كان هيتصرف ازاي؟ او يمكن بتقول انه بابا لو كان عايش ما كانش هيحصل كده. بما ان احنا بنتكلم في علم النفس، فالذاكرة والرموز ليها دور مهم. وفي نظرية التعلق اللي احنا قتلناها بحثا في البودكاست ده، هنفهم انه الاب ما بيموتش والتعلق مش بيموت، لأنه غياب الأشخاص ليس له علاقة بغياب الصورة اللي اتكونت عن الشخص جواك، الصورة الذهنية. فالأب بيتحول لرمز أو صورة ذهنية أو صوت داخلي، وأوقات كتير تلاقي نفسك في موقف صعب وبتقول يا ترى لو أبويا كان معايا كان هيعمل إيه أو هيتصرف إزاي؟ الحكاية مش حكاية غياب، الحكاية حكاية صورة بتتسرسب جواك وتخليك وانت مش واخد بالك تتصرف، او يمكن حتى وانت واخد بالك. الأبوة هو شيء عابر للأجيال وعابر للأذهان. يعني الأب اللي هيزرعه فيك هيفضل مكمل وهتنقله لأحفادك. لو أبوك علمك الصدق هتلاقي ابنك بيتصرف زيك وبيقول نفس الجمل اللي انت بتستخدمها. وده معناه ان الأبوة مش مجرد علاقة فردية، دي سلسلة إنسانية ممتدة. في ناس في لحظات الاختيار الكبير والأزمات الكبيرة يرجعوا يسألوا نفسهم لو أبويا عايش كان هيتصرف إزاي أو هيقول إيه؟ وهنا الأب بيتحول من صوت لبوصلة داخلية حتى بعد موته. يعني الأب مش هيختفي، لكن بيتحول من شخص لصوت داخلي، صوت ضمير. مع الموت وظهور الحزن، الموت ما بيكونش نهاية العلاقة، ولكن الموت بيكون بداية لعلاقة جديدة مع ذكرى الأب أو صورته. في أبحاث كتير بتقول إنه الأبناء اللي بيحافظوا على ذكرى أبوهم، يعني بيعملوا شير لصور أو قصص، بيدعوا، صدقة جارية، بيكون لديهم قدرة أكثر على التكيف. يعني كأنك بتبني جسر جديد ما بينك وما بين الشخص في العالم الآخر. في ثقافتنا الأب ما بيموتش، اسمه بيفضل مخلد، اسمه ورا اسمك. بندعي له، نعمل له صدقة جارية، واللي ولاده بيعملوه بيفضل مستمر جيل ورا جيل. في ثقافات تانية بيعملوا احتفالات للأب أو مشروعات خيرية تخلي أثره مستمر. الجوهر واحد، إن الأب مستمر بعد رحيله من خلال الأثر اللي سابه في ولاده. دلوقتي عاوزك تقف مع نفسك دقيقة واحدة، فكر كده في جملة أو كلمة، موقف أو ذكرى أبوك قاله. غمض عينك واسترجعه، شوف هتحس بإيه. اللحظة دي هي اللحظة اللي بتقول إن أبوك لسه موجود وعايش جواك. الخلاصة: الأب ما بيختفيش بالموت، الأب بيفضل عايش في تصرفات وفي أذهان وفي لا وعي أبنائه، وكمان في وعيهم. وبكده الأبوة ما بتنتهيش بعد الموت، الأبوة بتتغير من وجود جسدي لصوت، ومن وجود مادي لبصمة روحية. وسؤال الحلقة دلوقتي: إيه أكتر حاجة لسه عايشة جواك بعد رحيل أبوك؟ شاركنا كلمة أو موقف أو عادة، ابعتها لنا
في كومنت أو صورها لنا، هنكون سعيدين بيها جدا. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك، شير وسبسكرايب.